السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج العذراء، وهنتكلم عن شهر سبتمبر والأيام الأكثر حظا والأيام اللي بتعدي علينا ممكن تكون صعبة أو اللي بنقول عليها أيام ما يعلم بها إلا ربنا، لكن إن شاء الله تكون أيام حلوة كلها. هتكلم معاكم عن أيام أكثر حظا نتيجة لتحركات القمر، لكن مش هتكلم شرح تفصيلي. أنا هجيب لكم الأيام على طول الحلوة وأقول لكم تستغلوها في إيه وايه الحظ اللي ممكن يكون متواجد معاكم، والايام الصعبه برضه هقول لكم عليها واسبابها سريعا وهقول لكم تستغلوها ازاي. هتكلم معاكم بالتفصيل عن حلقه مهمه وتخليها معاكم كده لغايه اخر شهر سبتمبر، لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخله على القناه جديد، اشتراك يا جماعه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب تشوفنا تاني، لو انت ليك دماغ انك تشوفنا تاني، ما تنسوناش بالاشتراك. ونبدأ في الحلقة المهمة لحبايبي برج العذراء، ونقول نبدأ بالأيام الأكثر هنقول الأكثر يعني حظا. تمام. أول الأيام الأكثر حظا نبدأ بالحظ، بعد كده الأيام الصعبة. يوم 14 و15 ليه؟ القمر متواجد في بيتك الاول في اليومين دول الى جانب بدايه تقدم عطارد، وانا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده، قلت يوم 15 ده خاصه يوم 15 يوم فارق في حياه الكثيرين من ابناء برج العذراء. بدايه تقدم عطارد مره اخرى ده بيصنع معكم امور والعجله بتدور، والفتره هتبقى افضل بكثير مما مضى. يحدث تغييرات ويحدث انقلاب الاوضاع لصالحكم تماما بامر الله. بعد ما كانت الامور تعقدت مشاكل توتر، فانت ستكون الاكثر حظا وبدايه خير. يعني ده يوم فارق في حياه الكثيرين او بدايه فارق كبير في حياه الكثيرين من حبايبي برج العذراء. اذا اول يومين حظ هم يوم 14 و15. في ايام تانية حظ، طبعا في ايام تانية حظ. يوم 19 و20. يوم 19 و20 انتقال القمر الى بيت بالنسبه لك يمثل العلاقات، وهي فتره تصالح او هنقول بدايات جديده رائعه. فتره هتكون فيها انت الاكثر سعاده واكثر حظا في عوده علاقات او تصالحات، وستمسك العصا من المنتصف. فهي فتره رائعه تجعلك في طريق جديد، بدايه جديده، علاقه جديده، تشعر بانك بدات امر ما مهم بالنسبه لك. فتره تفتح فيها الابواب المغلقه، انت الاكثر حظا. اذا يومين رائعين جدا خاصه على مستوى العلاقات او مستوى هنقول الشراكات او الاخوه، يعني الدائره المقربه ستكون انت الاكثر سعاده خلال تلك الفتره. اذا يومين رائعين هما يوم 19 و20، يومين حلوين تانيين في حياه برج في حياه برج العذراء خلال تلك الفتره. في ايام حلوه تانية، طبعا ده في 3 ايام رائعين. يوم 23 و24 و25 انتقال القمر الى بيتك الخامس. انتقال القمر الى بيتك الخامس يتعلق بالمال والعلاقات العاطفيه. يوم 23 و24 و25 انفراج لك على جميع الاصعده. يعني الفتره راحه، فتره انفراجه، فترة تجد فيها ما يسرك، خبر صار، خبر أنت تنتظره، انتقال من مكان لآخر عند البعض، انفراجة تطال الكثيرين في جميع الأمور. فترة من الفترات الرائعة التي تطل عليكم بانفراجة في أمر ما كنت تنتظره أيضا. فترة من أروع الفترات اللي هتطل على حبايبي برج العذراء. إذا الأيام الأكثر حظا لحبايبي برج العذراء خلال الشهر، بداية من يوم 14 و15 هنقولهم سريعا عشان ننتقل إلى الفترة الأيام الأكثر صعوبة. الأيام الأكثر حظا 14 و15 19 و20 و23 و24 و25، وشرحنا أسبابهم وشرحنا نستغلهم إزاي، وفترة من أفضل الفترات. ننتقل إلى الفترة الأقل حظا أو اللي نحذر منها أو اللي ناخد بالنا منها نتيجة لوجود القمر في أماكن غير مناسبة شوية. أولا وجود القمر يوم 11 و12 و13 في بيتك ال 12. البيت ال 12 هو يمثل لك بيت التوتر، بيت المشاكل، بيت اكتشاف الحقائق، الغربة وسط المقربين، تشعر بتوتر، بقلق، اكتشاف بعض الأسرار. فترة لن تكون بالسهلة.
اذا هي فتره غير مناسبه ان انت تعمل فيها شيء، فتره غير مناسبه انك تتسرع في قرار، فتره غير مناسبه انك هنقول تثير مشاكل او تعيد المناقشه في مشاكل ما. لذلك احذروا، الفتره لن تسمح لك بان تكون، او مش لن تسمح، لن تكون في الطاقه الايجابيه اللي هتخليك تعدي اي شيء. يومين نحذر منهم، يومين ناخد بالنا منهم. اي تحرك في البيت ال12 بالنسبه لنا بيبقى تحرك صعب جدا ونحذر منه. ايضا نحذر من المواجهات، او زي ما قلت كده ان احنا نقول مشاعرنا والتسرع والعصبيه. طيب في ايام تانية في يومين تانيين نحذر منهم ايضا، يوم 21 و22، لكن ده بالنسبه للعلاقات او الشراكات. يعني انا بختص ده البيت، الزوج او الزوجه لامراه او رجل برج العذراء، وايضا العلاقات. اذا باختصار شديد المشكله تكمن خلال يومين 21 و22 في بيت العلاقات الزوجيه، في الشراكات، خاصه الشراكات بالنسبه للعمل. ايضا ناخد بالنا من المواجهة المباشرة والمشاعر التي ستكون متضاربة، خاصة مع نوعا ما اللي عندهم مشاكل في العلاقة، خاصة العلاقة الزوجية. طيب بالنسبة للشراكات، أي نوع شراكات نحذر منه خلال تلك المرحلة، فالفترة لن تكون مناسبة لأنك نوعا ما تدي أسرار، تبدأ شراكات، تبدأ بدايات تتعلق بمشاريع جديدة. احذروا من تلك المرحلة التي لن تكون بالسهل. إذن نحذر من يوم 21 ويوم 22، فالفترة لن تكون المرحلة المناسبة لإتمام أمور، ممكن يحدث تعقيدات. طيب في آخر يومين، يوم 28 و29 وانتقال القمر إلى بيتك السابع، أيضا دي تتعلق بالمشاعر. يعني يوم 28 و29 ده فترة تتعلق بمشاعرك، فترة تتعلق بصراحتك العاطفية، فترة تتعلق بما تريد تنفيذه أو ما تريد الوصول إليه من رغبة أو من علاقة أو من العاطفة. الفترة لن تكون صالحة إنك تواجه، ستكون في قمة العصبية، خاصة الشخصيات اللي بتعاني. لكن هي أكثر حظا على الجانب الآخر، أكثر حظا بالنسبة للشخصيات اللي بدأ جديد أو في علاقة جديدة. المشكلة تكمن في الشخصيات اللي عندها مشكلة في علاقاتها العاطفية أو في شراكاتها. إذن يومين ناخد بالنا منهم. البيت السابع بالنسبة لك هو بيت مواجهات، بيت الصراحة، بيت الواقعية. يعني نوعا ما الفترة لن تكون بالسهلة ومن الأيام الصعبة. طبعا أنا بحاول أجمع الأيام ونقولهم تاني الأيام الصعبة عشان تكون معانا. الأيام الصعبة 14 و15 19 و20 ويوم 23 و24 و25. ده بالنسبة للأيام الأكثر حظا. الأيام الصعبة هي يوم 11 يوم 12 يوم 13 يوم 21 و22 و28 و29. طبعا فايدة ان انا بقوله ده ايه؟ ان انت تاخد بالك من الايام وتخلي ده معاك كده، يعني تتابعه وتشوف الايام تقدر تتصرف فيها ازاي، تكون سابق بخطوه، ومش تتابع برجك انت بس، لا انت تتابع الابراج الباقيه اللي انت بتتعامل معاها، خاصه الابراج اللي في بينك وبينها عمل، في بينك وبينها مشاعر، في بينك وبينها كده، علشان انت دايما تكون سابق بخطوه وتكون افضل بكثير. حبيت اقول لكم نبذه كده عن الفتره القادمه. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك. السلام عليكم.